بمناسبة كمان الإجراءات التأديبية والملفات اللي بيتم مناقشتها في الفترة الحالية، وهو ملف أنا ما كنتش حابب أدخل فيه شوية لأن لسه ما فيش قرار صدر من الاتحاد الإفريقي. إحنا بالتأكيد بنلتزم الحياد في هذا الملف لغاية لما الاتحاد الإفريقي يقرر أو يتخذ قرار في ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. ولكن مهم جدا للسادة المشاهدين دورنا نقول المعلومة للناس، لأن الملف ده على فكرة في مواقف قانونية ممكن تبقى مفيدة للأندية بشكل عام سواء في مصر أو خارج مصر، لأن واقعة ما حصلتش كتير في فترات سابقة بغض النظر عن تفاصيلها. برضو انتوا أكيد تابعتوا وشفتوا اللي اتكتب خلال اليومين اللي فاتوا وأحداث المباراة التي تم إلغائها بالأمس. فكرة الأدوات والمعدات اللي بيسافر بها أي فريق إلى أي دولة عشان يلعب مع فريق هذه الدولة طبقا للوائح الاتحاد الإفريقي في الفصل التاسع إن الاتحاد الوطني المستضيف لهذا اللقاء بيبقى مسؤول عن دخول أدوات ومعدات الفريق طالما هذه الأدوات والمعدات هناك موافقة عليها رسمية ومفيش أي مشاكل عليها والاتحاد الإفريقي موافق عليها. طبعا هذه المعدات كان فيها مشكلة وتيشيرت فريق نهضة بركان ما دخلش، وعلى هذا الأساس الاتحاد الإفريقي تدخل. لجنة المسابقات أصدرت قرار بإلزام الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمة بدخول هذه المعدات وهذه القمصان، ثم بعد ذلك رفض الجانب الجزائري واستأنف على هذا القرار، ولجنة الاستئناف خدت قرار بضرورة خروج هذه المعدات لإقامة المباراة. وقت المباراة هذه الأدوات ما وصلتش لفريق نهضة بركان. طاقم تحكيم المباراة كان عنده تعليمات إنه ما ينزلش يصفر ويبدأ المباراة إلا لما يكون الفريق المغربي معاه القمصان بتاعته. واتحاد العاصمة حاول ينزل لملعب المباراة ولكن نزل بدون المراقب وبدون حكم المباراة. دلوقتي هذه القضية فيها شقين. شق ان الاتحاد الجزائري بيطعن حاليا في المحكمة الرياضية على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الجزائري بيقول لك انت ما تقدرش تلزمني على ان اقول للسلطات الجزائرية تفرج عن هذه القمصان، ده امر ما اقدرش اجبر فيه السلطات الجزائرية. وبالتالي الاتحاد الجزائري بيطعن على قرار لجنة الاستئناف في المحكمة الرياضية لغاية لما يشوف قرار المحكمة الرياضية الكاس في هذا القرار. ده شق. في شق تاني لسه ما اتخذش فيه قرار، وبناء على هذا القرار هنشوف تبعاته. ايه هو؟ ان الملف برمته تم احالته للجهات المختصه في الاتحاد الافريقي، لجنه المسابقات ولجنه الانضباط. لجنه المسابقات هتنظر في موقف المباراه، هل هتعاد في ملعب محايد؟ هل سيتم اعتبار فريق من الاثنين خاسر طبقا للائحه حسب الاوراق المقدمه من المنسق الامني ومراقب المباراه وكمان طاقم التحكيم؟ لان حسب معلوماتي ان في تقرير سبيشال، تقرير خاص اتعمل من طاقم الحكام بعيدا عن التقرير اللي بيتم ارساله على السيستم اللي هو CMS. اي حكم بيدير اي مباراه في البطولات الافريقيه بيرسل تقريره الطبيعي على CMS بيقول فيها ظروف المباراه، اجراءات المباراه، لعبت او لم تلعب، بيكتب فيها التقرير بتاعه. وفي تقرير خاص في احداث زي دي بتطلب منه بيبعتها بايميل على الاتحاد الافريقي. كل التقارير دي هتدرس ويتم اتخاذ القرار. على اساس هذا القرار لو ما عجبش نادي من الناديين هيطعن عليه في لجنه الاستئناف في الاتحاد الافريقي، ما عجبوش هيروح للمحكمه الرياضيه. فانت عندك شقين، شق قرار المباراه يخص الناديين، وشق الاتحاد الجزائري بيطلع على لجنه الاستئناف في موضوع استلام القمصان لفريق نهضه بركان. طب القرارات دي بالقضايا دي كلها ومباراه الاياب يوم الاحد اللي جاي، يعني احنا بنتكلم في اقل من 6 ايام، ازاي هتتحل؟ ولو القرارات دي لسه ما طلعتش ومباراه الاياب الحد الجاي هتتلعب ولا مش هتتلعب؟ طب مدى تاثير هذه المباراه وهذه القرارات على نتيجه نهائي كونفدراليه المتأهل هيواجه الزمالك او دريمز الغاني؟ المباراه امبارح انتهت بالتعادل السلبي في استاد القاهره، نتيجه سلبيه بالتاكيد لفريق الزمالك. ولكن هذا القرار مدى تاثيره على حظوظ اقامه مباراه النهائي؟ هل البطوله معرضه لخطا قانوني ممكن يؤثر في من هو بطل هذه المسابقه؟ ملف شائك وصعب جدا، واحنا هنا بالتاكيد ما نقدرش ندي قرار الا لما يكون عندنا معلومه مؤكده، ومحدش في الكاف عنده معلومه مؤكده. هل المسابقات هتاخد قرار ضد اتحاد العاصمه؟ هل هيتم اعتبار نهضه بركان منسحب؟ كل الاجراءات امبارح تقول ان ما حدش منسحب، المباراه تم الغائها. هل هيتم التواصل مع الناديين باجتماع عبر الفيديو كونفرنس ان المباراه تتلعب في ملعب محايد؟ ولكن معلوماتي ان المشكله مش في الملعب، المشكله في القميص اللي هيرتديه نهضه بركان. اتحاد العاصمه مش عايز يلعب قصاده بهذا الشكل. اعتبارات اخرى يعني مش عايزين نتطرق ليها، الموضوع بالتاكيد احنا دولتين عربيتين بتهمنا المغرب والجزائر، فاكيد مش هندخل في التفاصيل دي، ولكن بننتظر القرار الرياضي. الميزه اللي خلتنا نتكلم في القضيه دي ان فيها تفاصيل قانونيه ممكن تبقى مفيده جدا
للانديه المصريه، وممكن تبقى مفيده جدا للاعلام الرياضي في مصر. واكيد دورنا اللي احنا نقول للناس ماذا يحدث في مثل هذه المواقف عشان ننتظر القرار النهائي، لان اكيد وارد في اي فتره من الفترات تتكرر مثل هذه المشاهد، فنبقى عارفين الكاف بيدرس ازاي، القرارات بتتخذ ازاي، المواقف القانونيه في مثل هذه الملفات بيحصل فيها ايه. وانتم عارفين كل سنه كده الاتحاد الافريقي بيفاجئنا بقضيه جديده، مره الاهلي والوداد، مره الترجي والوداد، مره نهضه بركان واتحاد العاصمه. يعني الحمد لله يعني الاتحاد الافريقي ومسابقاته دايما فيها ايه، يعني حاجات مثيره للاهتمام بعيده تماما عن المستويات الفنيه اللي احنا بنشوفها. لان بالتاكيد ماتش الاهلي ومازيمبي يعني اللي اتلعب من يومين تصوير سيء، التلفزيون الكونغولي هو اللي صور المباراه، مشكله في الجمارك، العربيات الاوبيفان ما دخلتش، الفار كان فيه مشكله ما صورش ما اشتغلش، يعني قصص كبيره جدا لو بصينا عليها بالمقارنه بالمباريات الاوروبيه لا فرق شاسع.